النهارده جايب لكم كفتة الحاتي في الفرن بنفس طعم الشوي على الفحم بالظبط. مش هتبطلوا تعملوها، جميلة وجوسي، حاجة جميلة جدا. هنبدأ نعملها مع بعض خطوة بخطوة كده، ونبدأ نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنجيب بصلتين نضربهم في الكبة ونعصرهم من المية كويس جدا، وهنجيب حزمة بقدونس، وهنجيب البهارات بتاعتنا: ملح وفلفل أسمر، جوز الطيب، وسبع بهارات، وبصل بودر. هنفضل نقلبهم كويس جدا، نعجنهم كويس جدا بايدينا لحد ما الكفته تشمع معانا كده. السر في التقليب، تقلبوا فيها كويس جدا، تفضلوا تعجنوا فيها كده كويس جدا. بعد كده هنبدا نجيب معانا، هنحط معلقتين دقيق ومعلقه نشا عليها، ونعجنها برضو تاني كويس جدا بمعلقتين الدقيق ومعلقه النشا. وبعد كده هنبدا نحطها في التلاجة لمده 3 4 ساعات، والاحسن ان هي تبات قبلها بيوم. هتطلع معاكم مشمعه كده وعامله عرق كده، ده اللي بيخليها تمسك في بعضيها وما تقعش من على السيخ. لو كنتوا بتشوها في الفرن او في الفحم فهتبقى ماسكه كويس جدا في السيخ. هنبدا بقى نجيب التركايه بتاعتنا: ميه البصل اللي احنا عصرناها، هنحط عليها معلقه زيت، هنعوص ايدينا فيها كويس جدا واحنا بنصبع الكفته. دي برضو تركايه كويسه جدا، بتدي طعم كويس جدا للكفته. نبدا بقى نجيب السيخ بتاعنا، او ممكن نستخدم العصايه بتاعت الشيش طاووق، او ممكن المسن بتاع السكين، اي حاجه مفرغه. اهم حاجه الكفته تبقى مفرغه من جوه بحيث ان هي تستوي معانا، تبقى جوسي من جوه ومن بره طعمها حلو جدا. ده اللي بيخلي الكفته تنجح معانا، ان هي تبقى مفرغه من النص لازم. بعد كده نبدا نصبعها وبعد كده نحطها في صينيه. بعد ما نصبعها نحطها في صينيه، واهم حاجه هنولع الفرن على الشوايه بس، هنحطها في الرف اللي في النص ونولع الشوايه، وكل 3 4 دقايق نلفها على الوش التاني. بعد بالظبط ربع ساعه تلت ساعه تكون استوت معانا وطعمها حلو جدا. بس ما تولعش الفرن من تحت، اهم حاجه الشوايه بس. كده خلاص انا صبعتها كلها وهنا استوت اهي. ممكن تقدموها مع رز وطحينه، ممكن مع مكرونه، ممكن سندوتشات، باي طريقه تحبوها. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى تعملوا لايك واشتراك في القناه، واستنوا الوصفه الجديده.